السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ واش اخباركم؟ اليوم نشارك معكم كفته ديال السردين. نديروها كوكوط، كتجي بحال مشويه. كاين اللي كيديرها في الطاجين بلا صوص، كاين اللي كيديرها في الشوايه. دابا نشارك معكم الطريقه ديالي في الكوكوط. عندي هنايا كيلو ديال السردين بعد ما طحنتو، حيت ليه الجلده، نخليو عليه الهضره. عندي هنا واحد البصله مقطعها طويله، عندي هنا الشحمه ديال الكلوه، عندي هنا طريه شويه ديال الثومه، سكينجبير، التحميره، الكمون، قزبر معدنوس، شويه الملحه، خرقوم ملي، شويه السودانيه، ولا عندكم القزبر حبوب حتى هو ضيفوه، كيجي زوين. دابا غادي نخلط هاد الطريه مع الكفته، وندير قلت لكم شويه ديال شحمه الكلوه، شفتوا انا درت الطريه الشحمه على السردين، خلطت مزيان باش كتدخل ديك باش ديك الشحمه كتدخل لنا باش ديك الشحمه كتدخل لنا في السردين مزيان. وهنا درت البصله اللي درت قطعه طويله، غادي ندير ليها واحد شويه ديال الشحمه، واحد شويه بحال هكا، وغادي نكور الكفته، وغادي نحط على ديك البصله ما كنديروا لا ماء ولا حتى شي حاجه، كندير واحد 2 معالق ديال الزيت المائده باش ما تلصقش لنا ديك البصله، وما تجيناش البصله نيه، ما كنديروا لا ماء لا حتى شي حاجه. انا دابا كورت الكفته ديالي، غنبقى نهز ونبقى نفك الكوكوط فوق البصله بحال هكا حتى نكمل هاد الكفته ديالي كامله. ندير على عافيه مهيله، بقاو معايا حتى تشوفوا الطبق النهائي ديال هاد الكفته مشويه في الكوكوط. هانتوما بعد ما درتو واحد 4 ساعات، خصنا يحتى 4 ساعات كما قلت لكم، من 10 دقائق حتى 4 ساعات. هانتوما نحط ديال الماء، درت رقات الماء. دابا كنشفنا هاد الكفته ديالنا، غادي نقدمها مع شريبه شريبه مغربيه وشويه القطنيه. بقاو معايا تشوفوا الطبق النهائي. وهذا هو الطبق ديالنا اليوم ديال الغدا. هاد الكفته كي جات ديال السردين في الكوكوط، هاد البصله جات معلكه كما قلت لكم، درنا شويه العدس وهنا بصله مشمله وشلاضه مغربيه. وهذا هو غدانا اليوم، وشكرا على المتابعه. الى وصفه اخرى.